في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والوطن العربي، نزلت على الصفحة بتاعتي وقلت اشوف الاسئلة بتاعتي، يمكن تسألون المرة دي بحاجة مفيدة او حاجة لها لازمة نستفادوا منه ونتبادل المعلومات. وبرضه جاتني نفس الاسئله اللي تجيب لي الشلل زي كل مره. اول سؤال واحده ما تقول لي هي ليه الرجالي بقت خاينه وعينيها فارغه؟ لو سمحتي انت اللي باين عليكي جديده في المجال، هي الرجاله من زمان عادي، من زمان الرجالي خاينه وعينيها فارغه، والان ما يملاش الا التراب، ده الكلام الرسمي. ولكن في نفس الوقت هم مش بيخونوكم مع معيز. يبقى زي ما في نسبه من الرجاله خاينه، في نسبه من النساء خاينه، وهو صنف البني ادم كله منه لله وربنا يولع فيه. كم واحده في حياتك يا لولي منك لله يا شيخ عشان تجيب لي المشاكل؟ انا ما فيش في حياتي غير امي وخطيبتي واخواتي ومصر. اعرفش انا حاجه غير حب الله وحب الوطن. الانسان عنده امتحانات بكره الثلاث مواد ومش عارف يذاكر، يعمل ايه؟ يعمل شاي، يعمل كوبايه شاي عشان يغمس اياه بالكعك اللي هياخده، الكعك اللي هياخده يعرف يغمس بيه بدل ما يترمي خساره. خليكم انتوا قلبوا في الفيديوهات واسمعوا في ايليا منير هي وهتسقطوا في الاخر وتاخدوا ملاحق. خليكم قلبوا على النت. يا ايليا فتره الخطوبه حلوه ولا عفشي ولا يا رايك؟ انت جربت قبل كده؟ بص يا ولدي، لو معك فلوس اخطب، معكش فلوس خليك معزز مكرم جنب امك او سيبك من سكه الجواز ده خالص. اكتر مكان بتحبه في سوهاج الخلاط. انا عندي انتماء غير طبيعي للخلاط ومشاريب الخلاط والناس اللي في الخلاط وزباين الخلاط وكل حاجه، الكلام الرسمي. بما انك من سوهاج فازاي يبان حب الشاب السوهاجي؟ الشاب عموما مش السوهاجي بس، الشاب ده بتاع حوارات وتخلي بالك منه عشان اكلمك الكلام الرسمي. تخلي بالك حبه لما يخبط على بيتكم ويقول لابوك انا عايز بنتك، غيرك دي كلها حوارات في حوارات، وهتلبس خازوق يطلع من ورا ودانك. اي اشتغالات تاني، اي كلام تاني، اي اثبات للحب غيرك دي كلام فاضي واشتغالات، وهتاخد الخازوق هتاخد الخازوق. من وجهة نظرك البت اصيع ولا الشاب؟ انا بقول البت بتاعت حوارات، انت يا رايك؟ والله يا ولد الاخير في هذا ولا ذاك، اتنين منهم لله. انا من سوهاج بس ما شفتهاش ولا اعرف موقعها في الاعراب. ممكن تقول اشهر حاجه في سوهاج اليوتيوبر الشهير ايليا منير، اشهر من الثقافه وكشري جحا. انت ليه ايليا ما بتنشرش حاجه مفيده؟ والله يا ولد عم انا نزلت فيديو على السؤال ده، بس السؤال ده وحده نزلت له فيديو وقلت لكم انتم مش متابعين طه حسين ولا عباس العقاد، ايه اللي عايز انشره لك؟ انا سبت السياسه لاهل السياسي والدين لاهل الدين والكوره اللي بتوع الكوره والرياضه اللي بتوع الرياضه، وانا فرغت كامل طاقتي ودينتي للهلس والكلام الفاضي. عايز تسمع هلس وكلام فاضي يا ولد عمي على راسي من فوق. انت راجل مهم، عايز تسمع حاجه مفيده اعمل لي الغاء متابعه، ده الكلام الرسمي اللي اقدر اقوله لك. واجابتي على سؤالك دي كانت ان انا اطلع فوق السطح اجيب ورقه اكتب لك عليه حاجه مفيده وانشرها، ولكن الموضوع كان محتاج مجهود ان انا اطلع السطح واجيب ورقه واكتب عليه واجيب مشابك وانشرها لك، فانا قلت اقول لك بس وخلاص. اليه الانسان يقول اليه الفنان الله يسهل لك يا نجم نجحت معاه. اي رايك في الارتباط؟ والله الارتباط الفتره دي الاولاد والبنات شغالين يضحكوا على بعض وخزوا في بعض وكله شغال يتسلى بكله، وربنا يهدي، ربنا يهدي عشان يا تعبنا والنفس طمت. والله ليه سوهاج ما فيهاش ولا مطعم في اكل حلو؟ خدت 4 سنين في كليه اكلكم لا يطاق. والله انت لو اخذت اخذت 4 ايام في الكليه ما كنت كتبت بالطريقه دي، كنتش كتبت بالطريقه دي. اسمها خد يعني خ دال وفي ته، انما الخد اللي انت كاتباه ده هو ده الخد دي اهو، دي الصرصور دي اسمه خد هو دي. بس بالنسبه للاكل احنا في سوهاج اصلا ما عندناش الا مطاعم وكافيهات، ما عندناش اي اماكن للنزهه ثانيه. انت تقولي لي ما عندكمش مطاعم؟ انت اللي تلاقيك كنت تروح تاكلي كشري وتروحي ما لفتيش زين. المهم استناكم في فيديو جديد واسئلتكم اللي هتجيب لي شلل، واحب على راسكم لما تلاقوا اسئله زي كده وتلاقوا اسك ابعتوا لي اسئله لها لازمه، ما هتجيبوا لي شلل والله مش كده، حرام عليكم منكم لله.